السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنبدأ فيديو جديد وسلسلة جديدة عن ال CSS. طيب في البداية كده احنا عايزين نتعرف على ال CSS. ايه هي ال CSS؟ ال CSS دي اختصار ل Cascading Style Sheets. احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن ال CSS في السلسلة الأولانية عن ال HTML. بس ان شاء الله السلسله دي هتبقى خاصه بال CSS. هنتكلم على مواضيع كتير في ال CSS، وهنبدا نشتغل وان شاء الله بقى نبدا نبني ويب سايت كامل بال HTML وال CSS، ونتعرف اكتر على كل ال properties اللي موجوده جوه ال CSS، وازاي نربطها مع بعض، وازاي نستخدم ال CSS بشكل احترافي. ان شاء الله الفيديو ده هيبقى فيديو تعريفي كده، حاجة بسيطة. هنتكلم في الفيديو ده النهاردة على ايه هو ال CSS وبنستخدمه ليه، وهنتكلم على السينتاكس بتاعت ال CSS. فاحنا ان شاء الله احنا قلنا ال CSS هي اختصار ل Cascading Style Sheet. وبنستخدم بقى ال CSS ليه؟ طيب احنا دلوقتي عايزين نفترض افتراض بسيط كده. احنا عندنا دلوقتي نفترض ان احنا عندنا عمارة. العمارة دي ليها اساس. فالاساس بتاعنا هنا في الويب سايت بتاعنا، الاساس هو ال HTML. فاحنا عندنا ال HTML وال CSS. عندنا دلوقتي الاساس بتاعنا اللي هو صفحة ال HTML اللي هي بنبني بيها الويب سايت بتاعنا، وعندنا ال CSS ده هو المنظر الجمالي اللي بنقدر نتحكم فيه المنظر، ونتحكم في العناصر، ونخلي الويب سايت بتاعنا متجاوب، يقدر يشتغل على اكتر من ديفايس، يشتغل على شاشات اللابتوب، يشتغل على شاشات الموبايل، يشتغل على اكتر من شاشة. ده برضو بنتحكم بيه من خلال ال CSS. طبعا ال CSS ده مهم جدا ان احنا نتعلمه، وال CSS ده حاجة طبعا مهمة جدا، فلازم نهتم بيها عشان نقدر نعمل ويب سايت متجاوب. طيب هندخل بقى على تاني حاجة معانا، وهي ال CSS syntax. طيب عايزين بقى نتعرف على السينتاكس بتاعت ال CSS بتتكتب ازاي. طبعا دي حاجة مختصرة جدا، بس احنا برضو ان شاء الله لما ندخل واحدة واحدة كده مع بعضينا في البلاي ليست بتاعت ال CSS هنتعرف على كل حاجة بالتفصيل. بس عشان دي حاجة كده ايه، بنتعرف بس مع بعض ايه هي ال CSS وشكلها عامل ازاي وبتتكتب ازاي. حاجات بسيطة يعني كده عشان تبقى بداية ان شاء الله لذيذة. فاحنا هنتكلم دلوقتي على تاني توبيك معانا، وهو السينتاكس بيتكتب بقى ازاي او شكله عامل ايه. عندنا اول حاجه السلكتور، تاني حاجه الديكليريشن بتاعتنا. فهو هنا في اكتر من ديكليريشن او في اكتر من تعريف، بيتكون من ايه بقى؟ بروبرتي والفاليو. فانا عندي هنا البروبرتي بتاعتي الكالر، والفاليو بتاعتي اللي هي بلو. وتاني ديكليريشن معانا البروبرتي اللي هي فونت سايز، والفاليو بتاعتها اللي هي 12 بكسل. فهو الموضوع بسيط جدا، انا بديله السلكتور. احنا طبعا كنا برضو ادينا خلفيه عن السلكتورز اللي احنا بنستخدمها. ممكن انت تستخدم الاليمنت على طول زي ما هو كده مكتوب هنا، هو ال H1. وممكن برضو تستخدم بقى سيلكتورز تانية مثلا زي الاي دي والكلاس. احنا برضو هنتعرف عليهم تاني وهيبقى ليهم فيديو تاني، بس انا بتكلم هنا برضو بشكل عام كده. فاحنا دلوقتي عندنا هنا ال H1 ده سيلكتور، وعندنا الديكليريشن اللي هو التعريف ده كله بيتكون من البروبرتي والفاليو وسيمي كولوم. هنا عشان اقدر اكمل كتابه بعدها لازما يبقى فيه سيمي كولوم ما بينهم. طبعا دي كده هنا انا بكتب داخل ال CSS فايل. في طبعا اكتر من طريقه كتابه برضو هنتعرف عليها واحده واحده. فان شاء الله في البلاي ليست بتاعه ال CSS ان شاء الله هنتكلم على مواضيع كتير جدا ومواضيع مهمه. فهنتكلم ان شاء الله في البلاي ليست دي على مواضيع مهمه جدا. طبعا هنتكلم على السلكتورز، وهنتكلم برضو على ال CSS بوكس موديل، وهنتكلم على اللي اوت تكنيكس زي الفليكس والانلاين والبلوك والجريد. كل الكلام ده هنتكلم عليه، والبوزيشننج. فاحنا هنتكلم بقى على حاجات كتير، وهنتكلم على الريسبونسيف ديزاين، وهنستخدم معاه الميديا كويري. فان شاء الله السلسله دي هتكون فيها معلومات قيمه جدا. فان شاء الله هنحاول على قد ما نقدر انزل السلسله دي بسرعه ما اتاخرش فيها. فانت حاول تبقى متابع معايا واحده واحده، وان شاء الله تستفاد. وانا ان شاء الله برضو لما نخلص بقى السلسله دي كلها هنعمل بقى ايه اكتر من مشروع باستخدام ال HTML وال CSS، وهنعمل لهم فيديوهات كويسه كده مع بعض. ان شاء الله تستفاد من السلسله دي كلها. واحنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. لو كنت مستمتع بالحلقه ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وسلام.